السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا خليني اقول لك حاجه مهمه جدا. الهدف الاساسي من قواعد البيانات هو انك تخزن البيانات بشكل منظم وتقدر تستعلم عنها بسهوله وسرعه جدا وقت ما تحتاجها. يعني بدل ما تقعد تدور بنفسك في ملفات وجداول كبيره وفايلات وكلام من ده كله، انت بس بتسال الداتابيس سؤال واضح وهي ترد عليك باللي انت عايزه بالظبط. وعشان كده النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض باهم جمله في السيكوال تقريبا، وهي السيلكت ستيتمنت. السيلكت ستيتمنت دي الجمله اللي بتخليك تجيب البيانات من الجداول، هي اللي بتخلينا نطلع اعمده، نعمل فلتر للنتائج باستخدام شرط معين، نرتب النتائج اللي طلعت، ونعمل حاجات كتير جدا. والنهارده ان شاء الله هنعمل كل ده بشكل عملي على كلاسيك موديل سامبل داتابيز اللي احنا عملنا لها لود في الحلقات اللي فاتت. فلو انت لسه ما شفتش الحلقات اللي فاتت، انصحك تشوف الحلقات اللي فاتت الاول بعدين تكمل الحلقه دي. وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام وتجهزوا قهوتكم، ويلا بينا نبدا. زي ما انتم شايفين كده احنا فتحنا ماي سيكوال ورك بنش، وهنبدا دلوقتي مع بعض نكتب اول كويري او اول استعلام. اولا كده في حاجه لازم نفهمها، عايزين الاول نفهم معنى كلمه سيلكت، يعني نفهم معناها بالعربي. معنى كلمه سيلكت كاني بكلم السيرفر. احنا قلنا دلوقتي احنا بنكتب سيكوال كويريز، بنكتب استعلامات بلغه السيكوال. طيب بنكتبها لمين؟ بنكتبها للداتابيس سيرفر. يعني انا دلوقتي بكلم الداتابيس سيرفر، فمعنى كلمه سيلكت كاني بكلم السيرفر وبقول له يا عم السيرفر اعرض لي بيانات. خدت بالك من كلمه اعرض لي؟ انا هنا ما غيرتش اي حاجه في الداتابيز، انا هنا ما ضفتش بيانات جديده ولا عدلت على بيانات كانت موجوده قبل كده ولا حذفت بيانات ولا عملت اي تغيير في الداتابيز. انا بس بقول له اعرض لي بيانات. طيب حلو جدا. قبل بقى ما نبدا نكتب السيلكت ستيتمنت واوريك شكلها، لازم نفهم كلمه مهمه جدا، والكلمه دي هي سينتاكس. السنتكس ببساطة يعني قواعد كتابة اللغة. زي ما العربي له قواعد نحوية وزي ما الانجليزي له جرامر، اي لغة برمجة بما فيهم السيكوال بيكون ليهم قواعد لازم تمشي عليها. لو انت كسرت القواعد دي او ما اتبعتش القواعد دي هيطلع لك ايرورز ومشاكل في الكود ومش هيتم تنفيذ الكود اللي انت كاتبه. طيب ايه بقى هو السنتكس بتاع السيلكت ستيتمنت، او ايه هو شكل كتابة السيلكت ستيتمنت في السيكوال؟ قواعد كتابة السيلكت ستيتمنت في السيكوال ان انت اول حاجة بتكتب كلمة سيلكت، وبعدها كده بتكتب فروم، يعني هات لي كذا من كذا، وفي الاخر خالص لما بنخلص بنعمل سيمي كولون. اللي بيجي بعد السلكت هنا بيجي اسم العمود. الكلام اللي بكتبه بعد كلمة سلكت اللي موجود في السطر الاول ده بيكون اسماء الاعمدة. يعني مثلا ممكن يكون عندي اسم عمود اسمه النيم، وممكن يكون عندي عمود تاني اسمه الايج او العمر، ممكن يكون عندي عمود تاني اسمه السالري او المرتب. كل دي اسماء اعمدة من المفترض انها موجودة عندي. طيب حلو جدا، يبقى احنا كده عرفنا ان السلكت معناها اعرض لي او هات لي، وبيجي بعد كلمة سيلكت اسماء الاعمدة اللي انا عايز اعرض البيانات عنها. يعني انا كأني بكلم السيرفر بقول له يا عم السيرفر انا عايز اسماء واعمار ومرتبات. طيب هل ينفع اسكت؟ هل ينفع اقول له عايز اسماء واعمار ومرتبات واسكت؟ لا طبعا ما ينفعش. السيرفر ما يعرفش اللي في بالي، السيرفر ما يعرفش انا الحاجات دي المفروض هجيبها له منين. علشان كده احنا المفروض بعد كلمة فروم اللي موجودة هنا بنقول له اسم الجدول. اسم الجدول بتاعي بنقول له التيبل نيم. اسم الجدول بيكون موجود هنا. في حاجة برضو عايزك تفهمها، ان السيلكت ستيتمنت هي بتستعلم عن البيانات او بتعرض لك البيانات ايا كانت البيانات بتاعتك دي موجودة فين. يعني لو البيانات اللي انت عايز تستعلم عنها هي متخزنة في اكتر من جدول تقدر تجيبها، متخزنة في اكتر من عمود برضه تقدر تجيبها. بس احنا في خلال الكورس بتاعنا هنمشي واحدة واحدة مع بعض من اول الحاجات البسيطة جدا لحد ما نبدأ نكتب استعلامات بنجيب بقى بيانات من اكتر من جدول ومن اكتر من عمود وبنعمل جوينتس وحاجات متقدمة شوية. يبقى دلوقتي لحد كده تمام، احنا عرفنا ان الشكل الاساسي للسيلكت ستيتمنت السنتكس، طريقة كتابة الكود، هي بتتكون من جملتين اساسيتين. في جمل فرعية هنتكلم عليها بعد شوية. المهم ان الجملتين الاساسيتين، الجملة الاولى اللي هي سيلكت وبيجي بعدها اسماء الاعمدة اللي متخزن فيها البيانات بتاعتي. تاني جملة وهي الفروم وبيجي بعدها اسم الجدول اللي متخزن فيه الاعمدة دي. يعني دلوقتي حاليا من المفترض ان النيم والايج والسالري هما متخزنين في جدول اسمه تيبل نيم. طيب تعالى دلوقتي مع بعض كده نبدأ نحذف الكلام ده كله ونبدأ نكتب من الأول استعلام حقيقي. طيب حذفنا الكلام ده. احنا قلنا ان السيلكت ستيتمنت هدفها ان انا بكتب استعلام وان انا اعرض بس البيانات دي على الشاشة. وزي ما احنا متفقين من الحلقات اللي فاتت ان الداتابيز اللي احنا نشتغل عليها اسمها كلاسيك مودلز اللي موجودة هنا دي. تعالوا كده مع بعض نفتكرها شويه. كلاسيك مودلز لو احنا عملنا كده اكسباند هنلاقي هنا موجود التيبلز، الجداول، الفيوز، الستورد بروسيجرز، الفانكشنز. ما يهمناش ده كله دلوقتي، يهمنا بس دلوقتي التيبلز او الجداول. تعالوا برضو نضغط على الجداول نعمل اكسباند، هنلاقيه هنا عرض لي كل الجداول اللي موجوده عندي. تعالوا بس نكبر شويه كده. عندي جدول اسمه كاستمرز، امبلويز، اوفيسز، مش عارف ايه. كل دي كده الجداول اللي موجوده عندي في الداتابيز. ولو وقفت عند اي جدول من الجداول دي وليكن مثلا دلوقتي جدول امبلويز ودوست اكسباند هنلاقيه عرض لي حاجات كتير تخص الجدول، كولومز، اندكسز، فورين كيز، تريجرز. يهمنا دلوقتي الكولومز،
يبقى احنا عايزين نشوف الاعمده اللي موجوده داخل جدول معين. تعالوا كده دلوقتي نضغط عليها ونشوف الاعمده اللي موجوده. هنلاقي هنا ان موجوده عندنا شويه اعمده في الامبلوي نمبر، اللاست نيم، الفيرست نيم، الاكستنشن، الايميل، مش عارف ايه. كل الاعمده دي هي موجوده داخل الجدول اللي اسمه امبلويز، وجدول امبلويز ده موجود داخل داتابيز اسمها كلاسيك موديل. طيب نفترض دلوقتي مثلا ان انا عايز اعرف اسماء الموظفين اللي موجودين عندي في الشركه. يبقى دلوقتي انا المفروض اكلم السيرفر اقول له ايه؟ هقول له يا عم السيرفر هات لي سيلكت. طالما قلت له هات لي او اعرض لي فهقول له سيلكت. احنا قلنا عايزين نعرض ايه؟ عايزين نعرض اسماء الموظفين. طيب اسماء الموظفين اللي هي عباره عن ايه؟ انا مش بجيب كلام من عندي، انا بشوف الاعمده هي عباره عن ايه. دول الاعمده اللي موجودين عندي، امبلوي نمبر، لاست نيم، فيرست نيم. فتعالى كده نقول له مثلا انا عايز الفيرست نيم. هل بس كده خلاص انا خلصت؟ لا طبعا ما خلصتش، لازم احدد له اقول له انت الكلام ده كله هتجيبهولي منين؟ هتجيبهولي من الجدول اللي اسمه employees. يبقى اقول له from employees اللي هو اسم الجدول بتاعي. وفي الاخر كده لما اخلص خالص لازم اكتب له سيمي كولون. طيب كده دلوقتي المفروض لما اعمل اكزيكيوت او لما اعمل ران للكود المفروض الكلام ده كله يشتغل ويرجع لي النتيجه. ايه النتيجه المتوقعه؟ النتيجه المتوقعه ان هو يرجع لي الاسم الاول للموظفين اللي موجودين في الشركه. انت لازم تسال نفسك السؤال ده، يعني لازم تكون فاهم انت لما بتكتب كويري ايه اللي في بالك، ايه اللي انت متخيل انه يطلع. تفتكر دلوقتي انا لو عملت اكزيكيوت هيشتغل ولا لا؟ تعالوا كده نجرب دلوقتي مع بعض، نحدد الكلام ده كله كده ونضغط على اكزيكيوت اللي موجوده هنا. هنلاقي تحت قال لي select first name from employees مش عارف ايه، دي الكويري اللي انا كاتبها. وهنلاقي في ايرور مهم جدا تحت كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي نو داتابيز سيلكتد، مفيش داتابيز متحدده. انت ما قلتش للسيرفر اصلا الحاجات دي موجوده في اي داتابيز. فتعالوا كده بقى في الاول خالص زي ما قلنا لك ان السيرفر هو مش حد بيحقق لك اللي انت عايزه خلاص، لازم تفهمه كل اللي انت عايزه بالتفصيل. وكمان السيرفر محتار لان هو عنده اكتر من داتابيز. يعني تعالوا كده نشوف، احنا عندنا تقريبا حوالي 4 داتابيزز. فانا لما كتبت له الكلام دلوقتي ده هو مش هيشم على ظهر ايده، انت لازم تقول له الكلام ده موجود في اي داتابيز. فهنقول له كده في الاول خالص، الاول يوز، استخدم لي الداتابيز اللي اسمها كلاسيك مودلز. وبرضه لما اخلص اي جمله في نهايه اي جمله لازم اعمل سيمي كولون واحدد الجمله البسيطه اللي انا كتبتها دي كده واعمل له اكزيكيوت، اقول له نفذ لي الجمله دي. هنلاقيه تحت كده عمل لي علامه صح وقال لي خلاص انا دلوقتي بستخدم الداتابيز دي. طيب تعالوا بقى كده نعمل دلوقتي ران او اكزيكيوت للكويري اللي احنا كتبناها من شويه اللي هي select first name from employees، ونقول له اكزيكيوت او نفذ لي الكويري دي. زي ما انتم شايفين هو عرض لي فعلا النتيجه موجوده هنا شويه، بس احنا محتاجين بس نكبر كده. عرض لي الفيرست نيم. الفيرست نيم بتاعت مين؟ الفيرست نيم بتاعت الموظفين اللي شغالين عندي في الشركه. زي ما انت شايف دي اسمائهم كلهم، دي اسماء او الاسم الاول للموظفين اللي موجودين عندي في الشركه، ودي النتيجه المتوقعه للاستعلام اللي انا كتبته. فمعنى كده انا استعلامي صحيح. طيب بس بصراحه انا مش بس عايز الفيرست نيم للموظفين بتوعي، لا انا عايز اعرض اكتر من حاجه. هل ينفع؟ ايوه طبعا. تعالى كده بعد السلكت لو انت عايز تعرض اكتر من عمود هتقول له مثلا الفيرست نيم زي ما مكتوب كده، وبعدها كمان تقول له اللاست نيم، وكمان برضو تقول له نفترض ان احنا عايزين الجوب تايتل، وظيفه كل واحد فيهم. طيب في نهايه السطر ده اعمل سيمي كولون في الاخر؟ لا مش هتعمل سيمي كولون في الاخر، احنا بنعمل السيمي كولون في نهايه الكويري كله او الاستعلام كله. احنا عندنا الاستعلام دلوقتي مكون من اكتر من سطر فعملناه في الاخر هنا خالص. طيب علشان نعمل اكزيكيوت هنحدد كل الكلام ده كده مع بعضه ونعمل اكزيكيوت. زي ما انتم شايفين هنلاقيه عرض لنا النتيجه، عرض لنا زي ما انتم شايفين هنا اسم العمود الفيرست نيم، وبعدها عندي عمود تاني اسمه اللاست نيم، وبرضو عندي العمود الاخير اللي هو جوب تايتل. فخلي بالك بقى وانت بتكتب انك تكتب حاجه غلط. يعني مثلا عندنا بدل فيرست نيم هنا نفترض ان انا كتبت فيرست نيمز، هل انا عندي كولوم اسمه فيرست نيمز؟ انا ما عنديش كولوم اسمه كده. ما هو انت لازم تكتب الاسماء بالظبط، يعني ما ينفعش تكتب حرف زياده حرف ناقص، الكلام ده كله ما ينفعش. فتعالوا كده ننفذ الاستعلام، نحدد الكلام ده كله كده وبعدين نضغط اكزيكيوت اللي موجوده هنا. هنلاقيه زي ما انتم شايفين تحت اداني ايرور وبيقول لي ايه؟ بيقول لي unknown column first name. انا ما عنديش كولوم اسمه first names. انت جايب الكولوم ده منين اصلا؟ الكولوم ده انا دخلت دورت عليه في الجدول اللي اسمه employees وما لقيتوش، ما لقيتش كولوم اسمه first names لان هو متسجل first name من غير اس. فلما نيجي نكتب كده ونحدد كل الكلام ده ونضغط execute هنلاقيه جاب لي النتيجه فعلا. طيب حلو جدا. دلوقتي بعد ما فهمنا ان السلكت معناها عرض، بس انا بس بعرض البيانات بتاعتي مش بغير في الداتابيز، لا بضيف ولا بحذف ولا بعمل تغيير على بيانات كانت موجوده قبل كده. وفهمنا برضو يعني ايه سنتكس وانك لازم تتبع قواعد اللغه علشان ما يبقاش عندك اخطاء وما يبقاش عندك ايرورز. في حاجه صغيره عايز اقول لك عليها، احنا كبني ادمين كبشر عاديين التسلسل المنطقي لدماغنا ان احنا نفهم الحاجه بالطريقه دي، ان انا مثلا اقول لك select first name او الحاجات اللي انا عايزها،
من كذا. يعني مثلا دلوقتي انا لو عايزك تجيب لي حاجه من المطبخ، فهقول لك لو سمحت هات لي الشاي من المطبخ، او هات لي القهوه من المطبخ، هات لي اللبس بتاعي من الدولاب. فبقول لك الحاجه الاول، بعدين بعدها بقول لك المصدر. انت كبني ادم، انت كانسان، ربنا رتب دماغك بالطريقه دي، والطريقه دي اللي انت بتفهم بيها. يعني اكيد مش بتروح تقول لحد من المطبخ هات لي الشاي، او من الدولاب هات لي لبسي. حسيتها غريبه شويه، صح؟ بس الكمبيوتر بقى والداتابيس سيرفر بيفهم بالطريقه الغريبه دي. يعني السيرفر مش بيقرا البيانات زينا، هو بيشتغل بخطوات معينه، واول حاجه تهمه واول حاجه لازم يعرفها الداتا دي جايه منين. يهمه الاول الفروم، يعني الكلام ده في الباك جراوند كده، في الباك اند، في الخلفيه بيتنفذ ازاي. السيرفر الاول حاجه بيشوفها، بيشوف دي، مش بيشوف السطر ده. يعني هو الاول بيروح على الفروم، بيروح على المصدر اللي الحاجات دي كلها موجوده فيه. يعني لازم الاول يبص على المصدر. خلاص دلوقتي هو بقى موجود في المصدر، هيبدا بقى يجيب لك الحاجات اللي موجوده، اللي هي الفيرست نيم واللاست نيم والجوب تايتل والكلام اللي انت كاتبه. علشان كده في حاجه مهمه جدا لازم تكون عارفها، ان التنفيذ الحقيقي بيبدا الاول من الفروم مش من السلكت. في معلومه كده بسيطه عايز اقول لكم عليها، وهي ان ماي سيكوال بيعتبر اسماء الاعمده كيس انسنسيتيف. يعني ايه كيس انسنسيتيف؟ يعني مش بيفرق الحروف اللي انت كاتبها في اسماء الاعمده اذا كانت كلها كابيتال ولا كلها سمول ولا في كابيتال مع سمول. يعني احنا هنا كده بنقول له سيلكت الفيرست نيم واللاست نيم والجوب تايتل، بس فيرست نيم كاتبينها كلها سمول ليترز، الحروف كلها سمول. نفس الكلام اللاست نيم، نفس الكلام الجوب تايتل. مع ان احنا لو جينا في الجدول الحقيقي بتاعنا، دخلنا هنا كده على الجدول بتاعنا وشفنا الكولومز الموجوده، هنلاقي ان احنا كاتبين الاسماء بطريقه مختلفه عن كده. يعني الطريقه اللي مكتوبه بيها هنا كده، احنا عندنا اول حاجه لاست نيم، اول حرف بتاع كلمه لاست سمول، والكلمه الثانيه اللي هي النيم اول حرف منها كابيتال. الطريقه دي مشهوره جدا في التسميه، اسمها كامل كيس. ومع ذلك انا لما جيت كتبت الكويري، كتبت هنا كده شايفين كلمه لاست نيم كتبتها كلها سمول، مع ان انا كان المفروض ان انا اكتبها كده، ان انا اكتب الان تكون كابيتال. بس زي ما انتم شايفين ما فرقش. لما انا دلوقتي خليت الان كابيتال، تعالوا كده نحدد ونعمل سيلكت، نقول له اكزيكيوت، هيدينا الكويري هتشتغل عادي جدا. ونفس الكلام لو حذفت الان وخليتها سمول ونعمل اكزيكيوت، هنلاقي الكويري اشتغلت عادي جدا. دي بس معلومه بسيطه كده كنت حابب انوه عليها. طيب نفترض بقى دلوقتي ان انا عايز اسلكت، او ان انا عايز اخلي السيرفر يعرض لي كل الاعمده اللي موجوده عنده في الجدول ده. يعني مثلا انا قلت له عرض لي الفيرست نيم واللاست نيم والجوب تايتل، خلينا برضو نقول له وهات لي يا عم كمان الايميل، وبرضو هات لي خلينا نقول الامبلوي نمبر، وبرضو هات لنا الاكستنشن، تمام، وهات لنا برضو الاوفيس كود ومش عارف ايه، هات لنا كل الاعمده. طيب مش حاسين الموضوع صعب شويه وحاسين الموضوع رخم؟ ليه انا اقعد اكتب الاعمده دي كلها؟ ما انا ممكن احذف كل الكلام ده، وبما ان انا عايز الاعمده كلها اقول له سيلكت ستار. بس كده؟ بس كده. تعالوا كده نجرب نعمل اكزيكيوت الكويري، نقول له اكزيكيوت، هنلاقي عرض لي كل الاعمده. سيلكت ستار او سيلكت اول، معروفه بكلمه سيلكت اول، معناها ان انا بقول للسيرفر يا عم السيرفر هات لي كل الاعمده اللي موجوده في الجدول اللي اسمه امبلويز. يبقى بدل ما انا اقعد اقول له هات لي العمود كذا كوما العمود الثاني كوما العمود الثالث كوما العمود الرابع، بما ان انا عايز كل الاعمده فهقول له سيلكت ستار على طول. طيب يبقى احنا لحد دلوقتي عرفنا ان احنا ممكن ان احنا نستعلم عن عمود واحد بس، هقول له كده سيلكت الفيرست نيم، وممكن اعمل اكزيكيوت. وبرده ممكن ان انا استعلم عن اكثر من عمود، هقول له مثلا سيلكت اللاست نيم، يبقى انا كده هستعلم عن اكتر من عمود، هقول له اكزيكيوت هيشتغل معايا. وبرده ممكن ان انا استعلم على كل الاعمده اللي موجوده، هقول له سيلكت ستار او سيلكت استريسك، احيانا بنسميه استريسك، ممكن تسمع في اكتر مكان بيقولوا استريسك. طيب بتتعمل ازاي دي؟ شيفت رقم 8 هيعملها على طول. تعالوا كده نجرب الاكزيكيوت، هنلاقيه نفذ لنا الكويري وعرض لنا كل الكولومز الموجوده. في نقطة تانية مهمة جدا برضو لازم نتكلم عليها، ان في ناس كتير جدا فاهمة ان السلكت لازم يجي معاها فروم. يعني علشان اكتب كلمة سلكت كده لازم على طول يتبعها كلمة فروم. انت لازم تفهم وتستوعب ان كلمة سلكت معناها ان انا بقول للسيرفر اعرض لي ايا كان بقى الحاجة اللي انا قلت له اعرضها لي، هو هيسمع الكلام وهيعرضها على طول. والله قلت له اعرض لي من الجدول هيعرض لي من الجدول، قلت له اعرض لي قيمة ثابتة هيعرضها لي عادي جدا، قلت له اعرض لي حساب او اكسبريشن معين او عمليه حسابيه معينه هيعرضها لي زي ما هقول له هيعمل لي. يعني ايه الكلام ده؟ مش فاهم برضو. يعني زي ما انت شايف هنا احنا دلوقتي قلنا له سيلكت ستار، يعني هات لي كل. طيب كل ايه؟ هات لي كل الاعمده من الجدول اللي اسمه امبلويز فروم امبلويز، يبقى انا كده حددت له جدول. فلو احنا حددنا ده وعملنا اكزيكيوت هنلاقيه ادانا نتيجه عادي جدا. طيب لو احنا حذفنا الفروم خالص والامبلويز مع بعض كده، حذفنا ده كله وقلنا له سيلكت 1+1، بعدين عملنا سيمي كولون، يعني اعرض لي 1+1، هنا السيرفر هيعتبر نفسه آلة حاسبة وهيجمع لي 1 على 1 ويديني النتيجة. يعني زي ما انتم شايفين هنا كده عرض لي 2 دي اللي هي نتيجة 1+1.
بس في حاجة غريب هنا شوية، لو انت اخدت بالك ان اسم العمود اللي موجود هنا هو 1+1. 1+1 ده اسم العمود نفسه. في حاجة لازم تكون عارفها، ماي سيكوال لازم يدي اي عمود في ريزلت سيت اسم. يعني اي عمود هيطلع لنا في ريزلت سيت ده كده ريزلت سيت اللي هو رقم 2. النتائج اللي بتطلع لنا نتائج الكويري نفسها بنسميها ريزلت سيت. فبما ان احنا شغالين ريليشنال داتابيزز والحاجات بتاعتنا عباره عن روز وكولومز، فلازم يكون ليا اسم للعمود اللي بيطلع. انا دلوقتي ما اديتش اسم العمود، فهو سماهولي 1+1. ده اللي هو النص نفسه او التعبير اللي انا كتبته هنا، سماه بالكلام اللي انا كتبته. قلت له سيلكت 1+1، جمعهم لي 2 وخلالي الاسم 1+1. المشكله ان شكلها سخيف، يعني انا مش عايز يكون عندي اسم عمود 1+1. ايه الحل الموضوع ده؟ الحل الموضوع ده في حاجه اسمها الالياسز. كلمه الياس يعني اسم مؤقت. الاسم المؤقت انا اما بديه لعمود او بديه لجدول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي بدل ما اسم العمود يطلع لي في الريزلت سيت زي ما انت شايف هنا كده 1+1، ممكن ان انا اقول له از وبعدها اقول له اسم العمود بتاعي، نحطه كده في سنجل كوتيشن، ونفترض مثلا ان انا هسميه ريزلت او النتيجه يعني، واحدد كل ده كده واقول له اكزيكيوت. زي ما انتم شايفين هتلاقوا كده اسم العمود بتاعي اتغير في ريزلت سيت. هنا كده العمود بتاعي بقى اسمه ريزلت، ما بقاش زي الاول 1+1. ودي من الحاجات اللي بتبين ان انت حد نضيف، حد نضيف كده في شغلك، حد شيك في شغلك. فالالياسز او الاسماء المؤقته بتخلي النتيجه عندي مفهومه وواضحه. طيب هي الالياسز بتتعمل على اي حاجه؟ على اي عمود. يعني مثلا مش لازم اعملها على حاجه زي كده بس. انا كنت ممكن الاول لما كنت شغال على جدول كاستمرز، تعالوا كده نحذف الكلام ده كله ونقول له select from customers او from خلينا نقول employees. تمام، وهنا نقول له select مثلا الامبلوي نمبر، select employee number. لو انا دلوقتي حددت الكلام ده كله كده وعملت اكزيكيوت، هنلاقيه عرض لي. تعالوا كده نجرب اهو الامبلوي نمبر اللي هو اسم الكولوم بتاعي عادي جدا. فدلوقتي زي ما انتم شايفين من عندي هنا كده كلمه الامبلوي نمبر شكلها في العرض مش احسن حاجه. يعني وانا دلوقتي بعمل تقرير لعميل او بعمل داشبورد او بعمل اي حاجه للعميل للمدير عندي، الشكل ده مش ريدابل، مش مقروء حلو. طيب ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول له الياس او از، واقول له مثلا هنسميه عادي جدا امبلوي، ونعمل مسافه عادي مفيش اي مشكله نمبر. تعالوا كده بقى نحدد ونعمل اكزيكيوت، هنلاقي كده ان الشكل بقى مقروء، بقى واضح جدا. فدلوقتي انا لو عامل الشكل ده في تقرير او في داشبورد او في حاجه، طبعا افضل بكتير جدا من الشكل اللي فات. بس خلي بالك لما قلت لك في الاول الالياس، قلت لك ايه؟ الالياس عباره عن اسم مؤقت، هو مش بيغير الداتا في الجدول، مش بيغير الاسم الحقيقي، ده مجرد بيغير اسم العمود او اسم الجدول في النتيجه اللي طالعه، عشان العرض يبقى اوضح للناس اللي انا بوري لهم التقرير ده او بوري لهم الداشبورد. وهتعرفوا طبعا قيمه الالياسز لما نيجي نتكلم بعد شويه قدام كده على الجوينز. نرجع كده للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه من شويه، ان كلمه سيلكت معناها ان انا بقول للسيرفر اعرض لي ايا كان اللي انا بقول له اعرضه. يعني انا دلوقتي بقول له اعرض لي الامبلوي نمبر، هات لي الامبلوي نمبر من جدول الامبلويز، حددت له. فالسيرفر مشكورا سمع كلامي وعرض لي النتيجه. طيب لو انا حذفت الكلام ده كله كده وقلت له اعرض لي، تعالوا نحذف كده، اعرض لي احمد بس كده، كتبت احمد وقلت له اعرض لي الكلام ده، هيقول لي لا؟ لا مش هيقول لا والله، هو بس بيعرض ايا كان اللي انا كتبته. طيب لو انا كده حذفت السنجل كوت اللي موجود هنا ده وحذفته من هنا وقلت له اكزيكيوت، هيقول لي ايه؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين اداني ايرور. ليه اداني ايرور؟ لان بيقول لي انا ما عنديش اصلا كولوم اسمه احمد. يعني زي ما انتم شايفين هنا كده unknown كولوم احمد، انا ما عنديش كولوم اسمه احمد، لان هو هنا السيرفر متوقع مني ان انا اديله اسم عمود، هو مش فاهم ان انا بكتب سترينج عادي او تكست عادي او نص عادي. فعلشان افهمه ان انا بكتب نص او سترينج لازم احط الكلام ده في سنجل كوتيشن. يعني لازم هنا كده احط سنجل كوتيشن واقول له اعرض لي. هو هنا فهم ان ده سترينج او نص عادي فهيعرضه لي. ممكن برضه اقول للسيرفر اعرض لي كده، خلينا نقول مثلا 2 زائد 9 مش عارف ضرب 7 مثلا، نطرح من 22 اي حاجه، ونقول له اكزيكيوت للكلام ده كله، هنلاقيه ادانا نتيجه عادي جدا. فهنا السيرفر بيشتغل كانه آلة حاسبه، كانه كالكيوليتر. يعني انت تقصد ان انا ممكن اعمل عمليات حسابيه اصلا على الاعمده اللي موجوده عندي؟ طبعا ممكن. يعني ممكن اضرب عمود في عمود، اقسم عمود على عمود، اضرب عمود في عمود واقسمه على عمود تاني واطرحه من عمود تالت ومش عارف ايه مع عمود رابع. ممكن اعمل اي عمليه حسابيه عندي على الاعمده. وخلي بالك ان دي ميزه كبيره جدا، انت بتقول للسيرفر اعرض لي البيانات ومعاها عمود جديد محسوب معين، يعني معادله معينه انا اعملها، حاجه معينه. والاهم من ده كله ان ده ما بيغيرش اي حاجه في الداتا الاصليه، انا مجرد بعمل عرض للبيانات.
يعني الجداول موجوده زي ما هي، مفيش حاجه اتغيرت، مفيش حاجه بتحصل، كل حاجه زي ما هي. انا مجرد باخد الجداول بتاعتي وبعمل عليها بقى عمليات حسابيه وحركات وكلام من ده. طيب هو انا ليه ممكن اعمل عمليات حسابيه اصلا على الاعمده؟ يعني ايه اللي هيخليني اوصل لان انا اكتب حاجه عمليات حسابيه او معادلات وكلام من ده؟ هستفيد ايه؟ هنستفيد ان احنا بنجاوب على اسئله البيزنس محتاجها. عايزين نعرف مثلا الربح، نسبه الربح، سعر المنتج بعد خصم معين، قيمة المخزون، مش عارف ايه. وكمان احنا هنعمل تقارير، احنا بنعمل داشبوردز، فاحنا برضو محتاجين ان احنا نعمل شوية كالكيوليشنز وشوية حركات وشوية حسابات. وكمان معرفة الحاجات زي كده هي بتخليني ان انا اخد قرارات بشكل سريع. يعني عرفت دلوقتي ايه المنتجات اللي مكسبها اعلى، فاحاول ان انا اجيب من المنتجات دي علشان اكسب اكتر. عرفت برضو ايه المنتجات اللي فلوسها متجمده عندي في المخزن، طيب هل الخصم اللي انا هعمله ده هيخليني اخسر ولا لا؟ الداتابيز متخزن فيها البيانات الاصليه، سعر المنتج، سعر الخصم، سعر كذا، مش عارف ايه. انما انت بقى دورك كبزنس اناليست او دورك كديتا اناليست او دورك كحد بيحاول يطلع تقارير من الداتابيز دي، دورك ان انت تحاول تدور على كي بي ايز معينه او على معادلات معينه او عمليات حسابيه معينه، بحيث ان انت تعرف توصل لنتيجه او تعرف توصل لانسايت او تعرف توصل لنولج تخليك تكسب او تخليك تجيب فلوس او تخليك تحسن البيزنس. يعني مش الفكره ومش الجامد اللي يعرف يكتب سيلكت كويري او يعرف يكتب استعلامات ويعرف يكتب كويري محدش يكتبها. لا، الفكره اللي فعلا يعرف يحل مشكله في البيزنس. الفكره في ان انت تعرف تخلي الشركه تكسب فلوس، انت تعرف توفر خسائر كبيره جدا كانت تحصل على الشركه. وكل ده بيجي منين؟ كل ده بيجي من القراءه، ان انت يكون تعرضت لحاجات كتير، ان انت تكون فهمت وشفت معادلات كتير قدام عينيك، قرأت بيزنس كيسز او شفت شركات كتير جدا كانت بتكسب بطريقه معينه، بتخسر بطريقه معينه. المهم بدون الدخول في تفاصيل، لان انا لما بفتح بدخل كده في اماكن غريبه، فخلينا دلوقتي على الخط. احنا ممكن نعمل عمليات حسابيه على الاعمده؟ ممكن. طيب تعالوا كده نشوف دلوقتي مع بعض. خلونا كده نكتب دلوقتي كويري بسيطه، نقول له select star او select all ونقول له from products. يعني هات لي دلوقتي كل الاعمده اللي موجوده في الجدول اللي اسمه products. تعالوا كده نعمل execute، هنلاقيه نفذ لي الكويري او الاستعلام وفعلا جاب لي كل الاعمده اللي موجوده في جدول البرودكتس. تعالوا كده نفهم الاعمده بشكل سريع علشان تكونوا فاهمين برضو احنا بنعمل ايه. اول عمود ده البرودكت كود، ده عادي برايمري كي، رقم تسلسلي عادي مفيهوش اي مشكله. تاني عمود ده البرودكت نيم، اسم البرودكت او اسم المنتج. العمود الثالث اللي هو البرودكت لاين، احنا قلنا ان احنا ممكن يكون عندنا بقى طيارات او عندنا مراكب او عندنا كلاسيك كارز، ايا كان البرودكت لاين اللي هي الفئه، يعني المنتج ده تابع لاي فئه بالظبط. يعني زي ما انتم شايفين كده المنتج اللي هو ده اللي هو مش عارف اسمه بونت ياخت ولا مش عارف اسمه ايه، ده تابع للشيبس. فكل منتج بيكون تابع لبرودكت لاين معين. وفي برضو الكولوم ده اللي هو البرودكت سكيل. البرودكت سكيل ده معناه يعني الموديل ده او البرودكت ده بالتحديد هو نسخه مصغره بنسبه قد ايه من الاصل، لان المودلز دي بتحاكي الاصل بنسبه 100% المفروض. يعني مثلا العربيه بتلاقي الانجن بتاعها راكب وبتلاقي كل حاجه راكبه ومش عارف ايه، تحسها عربيه حقيقيه. فاحنا عايزين نشوف الموديل ده هو نسبة مصغرة قد ايه من الاصل، يعني مثلا 1/10، 1 على مش عارف كام، وهكذا. فاحنا عندنا الموديل الاول ده هنا مثلا كده هو 1/72، ده نسبة مصغرة من الاصل، يعني الموديل ده اصغر ب 72 مرة من الاصل. وصلت كده الفكرة؟ ده كده بالنسبة للبرودكت سكيل. طيب بالنسبة للبرودكت فيندور، ده المورد او الشركة المصنعة للموديل ده بالتحديد، ده بالنسبة كده للبرودكت فيندور. طيب البرودكت ديسكريبشن، هنا بقى بيبدا يديني وصف المنتج، مميزات، مش عارف ايه، نص طويل كده زي كتالوج يعني. طيب نيجي كده الاعمده الرقميه اللي موجوده في الاخر. اول واحد هنا كده اسمه الكوانتيتي ان ستوك، يعني ده عدد القطع المتاحه في المخزن عندي حاليا من المنتج ده. يعني زي ما انتم شايفين كده المنتج الاول انا عندي منه متاح في المخزن 414 قطعه، المنتج الثاني متاح كذا، المنتج الثالث كذا. اما بالنسبه للكولوم ده اللي هو الباي برايس، ده سعر شراء القطع على الشركه، يعني دي تكلفتي انا، يعني انا دلوقتي بشتريها من الشركه او من المورد بكام. طيب الكولوم الاخير اللي هو اسمه MSRP، بالنسبه للكولوم الاخير اللي هو 4 حروف اللي هم MSRP، دول اختصار ل4 كلمات اللي هي Manufacturers Suggested Retail Price. يعني ايه الكلام ده بالعربي؟ يعني سعر البيع المقترح للعميل. السعر ده اللي الشركه المصنعه بتقول المنتج ده المفروض يتباع للناس بحوالي كذا، يعني هي بتقترح لي انا كشركه، انا شركه دلوقتي اللي هي كلاسيك موديل، دي الشركه اللي انا ببيع فيها المودلز والكلام ده. فالشركه مثلا بتيجي تقول لي على المنتج الاول ده، بتقول لي خلي بالك المنتج ده انا هبيعه لك ب $33.30، واقف عليك بكذا، ده السعر الاساسي اللي انا هاخده منك. انت عايز تكسب، انا مقترح ان انت تبيعه للعميل ب $54.30. والله انت عايز تبيعه باكتر، تبيعه بنفس السعر، تعمل خصومات وتبيعه باقل، انت حر. انا اقترحت لك سعر معين. ده كده كان بالنسبه للاعمده اللي موجوده داخل جدول برودكتس. اظن كده انتوا فهمتوها شويه، يعني بحيث لما نكتب
تكتب كويري او استعلام تبقى فاهم الموضوع جاي منين او احنا بنعمل ايه. وفي برضو حاجه عايز افهمها لكم، ان انا هدفي من الكورس ده ان انا مش بس اعلمكم سيكوال، لا انا عايز افهمكم مصطلحات تفهموا حاجات، عايز افهمكم شويه كي بي ايز، عايز افهمكم شويه ايكويشنز، عايز افهمكم حاجات مثلا في البروجكت مانجمنت، حاجات في مش عارف ايه. ف يعني لو انتم مضايقين من الموضوع ده ممكن تقولوا لي، لان انا بحب احس ان انا عايز ايه انفتح شويه واتكلم واعمل. وصدقوني دي من الحاجات اللي هتخلي عندكم معلومات فعلا قيمه، وهتخليكم ما تنسوش اللي انتم بتذاكروه، ان انت تطبق على امثله حقيقيه وتفهم الحاجه دي جايه منين، وتفهم المعنى مثلا لكل عمود من الاعمده. فهمك للداتا بشكل كويس جدا ده بيخليك تعرف تطلع انسايتس وتعرف تطلع حاجات محدش غيرك كان هيعرف يعملها. لازم تكون فاهم الداتا بشكل كويس جدا، لازم تعيش جوه الداتا، يعني تدخل كده تعيش كده كأن ده بيزنس عندك، تبدا تفهم كده كأن دي شركتي وانا عندي كذا واعمل كذا ومش عارف ايه. ففهمك بالطريقه دي هيخلي بالنسبه لك السيكوال هي مجرد تول، هيكون العبء بالنسبه لك انك تعرف تفكر في فكره معينه تحل بيزنس. السيكوال كده كده انت هتتعلمها، انت لو دخلت في شات جي بي تي وقلت له اكتب لي كويري بتعمل كذا هيكتبها لك على طول. بس الفكره بقى انك تعرف تطلع الافكار اللي تحل فعلا مشكله. طيب نرجع للنقطه الاساسيه بتاعتنا، ان احنا ممكن نعمل عمليات حسابيه على الاعمده. مش احنا عندنا في الجدول اللي هو البرودكتس ده عندنا عمود اسمه كوانتيتي ان ستوك؟ ستوك يعني مخزن، احنا عايزين نعرف الكميه اللي موجوده من المنتج ده في المخزن. اول منتج مثلا عندنا منه في المخزن 414 قطعه، وسعر شراء القطعه من دول واقفه عليا ب $33.30. ده السعر اللي انا كشركه اشتريته من المورد، انا اشتريت المنتج الواحد ب $33.30. فلو انا عايز احسب الستوك كوست، يعني عايز احسب انا عندي فلوس قد ايه متجمده موجوده داخل المخزن، المفروض ان انا هضرب العمود ده الكوانتيتي ان ستوك مع الباي برايس، فده هيطلع لي قيمه البضاعه اللي موجوده في المخزون. هيقول لي انت عندك من البرودكت ده اللي هو مش عارف مونت يخت، عندك منه في المخزون فلوس متجمده قد كذا، لما نضرب ده في ده هيدينا قيمه الفلوس بتاعه المنتجات دي كلها. فلو انا دلوقتي قلت لك اكتب لي استعلام، انا عايز اعرف دلوقتي لكل منتج انا موجوده عندي في المخزن فلوس متجمده قد ايه، يعني عايز احسب الستوك كوست لكل منتج عندي. احنا لحد دلوقتي كلامنا كله على المنتجات، فهقول لك سيلكت وبعدين هقول لك فروم برودكتس، يعني الحاجات اللي انا هجيبها دي هجيبها من جدول البرودكتس او المنتجات. طيب انا عايز اعرف ايه؟ اولا كده هات لي البرودكت نيم، او خلينا نقول الاول البرودكت كود، البرودكت كود، وكمان هات لي برضو البرودكت نيم. واهم حاجه بقى احنا عايزين نعرف دلوقتي الستوك كوست. احنا قلنا الستوك كوست اللي هو الكوانتيتي ان ستوك، فهقول له كده الكوانتيتي ان ستوك، يعني المنتجات اللي موجودة عندي في المخزون، عدد المنتجات اللي موجودة او الكمية الموجودة من منتج معين. فهضرب الكلام ده كله، هقول له ملتبلاي او تايمز الباي برايس او سعر المنتج. تعالوا كده نعمل اكزيكيوت للكلام ده، نحدده كده ونقول له اكزيكيوت. هنلاقيه دلوقتي فعلا اداني النتيجة. قال لي هنا مثلا المنتج مش عارف اسمه ايه عندنا منه كذا، المنتج مش عارف اسمه ايه عندنا منه في الستوك كذا، المنتج ايه عندنا منه في الستوك كذا. طيب في سؤال، هو انا هستفيد ايه اصلا لما اعرف الستوك كوست؟ علشان تجاوب على سؤال زي ده عايزك تتخيل نفسك صاحب الشركه. فكره دلوقتي ان انا اعرف الفلوس المتجمده عندي في المخزون بيخليني اعرف المخاطره الموجوده. يعني لو انا عندي منتج واحد عامل ستوك كوست ضخم جدا، ده بيبين لي حاجتين، يا اما ده منتج مهم وبيباع كتير انا بجيب منه على طول والزبائن بتشتريه فانا مخزن منه في الستوك كميه كبيره جدا، يا اما ده اوفر ستوك، ده تكديس وخلاص انا برمي عندي في المخزن بدون اي معنى، انا عندي اداره غلط. فبالتالي ممكن المنتج ده يقعد ويبوظ ويقدم والناس ما تشتريهوش، وكل ده يعتبر خساره عليا. فمعرفتي للستوك كوست بيخليني افهم هل اطلب شحنه جديده ولا لا. طيب هل اعمل تصفيه على منتج معين، اعمل عروض. طب هل الفئه دي انا محتاج اقلل الشراء بتاعها. فانا كده بقيت عارف ان انا ارتب اولوياتي. فزي ما انتم شايفين احنا دلوقتي عملنا ايه، عملنا عمليه حسابيه ما بين تو كولومز عندي. الكولوم الاول اللي هو الكوانتيتي ان ستوك، الكولوم الثاني اللي هو الباي برايس. الريزلت سيت اللي طلعت هنا ده كده النتيجه دي كلها، الحاجات دي كلها اسمها ريزلت سيت. فزي ما انتم شايفين في الريزلت سيت انا عندي 3 اعمده، اول حاجه البرودكت كود ده وانا كاتبه في الكويري، تاني حاجه البرودكت نيم هنا انا كاتبه في الكويري برضو، تالت حاجه زي ما انتم شايفين اسم الكولوم غريب شويه. ليه؟ لان احنا ما عملناش الياس، فعمله لنا بنفس التعبير اللي احنا كاتبينه. فعلشان الموضوع يكون مقروء لو احنا بنعمل تقريرات او داشبوردز او حاجات من دي لازم نعمل الياس، نقول له الياس ونخليه مثلا اسمه ستوك كوست.
تعالوا كده نعمل اكزيكيوت مره تانية، نحدد كده ونعمل اكزيكيوت، هنلاقيه عمل لنا الاكزيكيوت ودلوقتي النتيجه طلعت عادي جدا. طب انا دلوقتي مثلا عايز اعرف اكتر 10 منتجات عندي في الستوك ليهم ستوك كوست، لان زي ما قلنا معرفتنا الحاجه زي دي مهمه جدا وهتساعدنا في حاجات كتير جدا. اعمل حاجه زي دي ازاي في السيكوال؟ اخدتوا بالكم ان السيكوال بالنسبه لي هي اخر مشكله؟ انا دلوقتي فكرت في البيزنس، فكرت في الفكره، خلاص نيجي بقى للسيكوال ونبدا نكتب الكويري. عندنا حاجه في السيكوال اسمها اوردر باي. اوردر باي دي انا بعملها لما باجي اعمل اوردر باي، دي بعملها لما باجي اعمل ترتيب، عايز ارتب الريزلت سيت اللي طالعه لي، البيانات اللي طالعه لي. اعيد واكرر لكم كل اللي بيطلع في السلكت والكلام اللي احنا بنعمله ده كله ما بيغيرش في الداتابيز، الجداول متخزنه زي ما هي متخزنه والاسماء زي ما هي ومفيش اي حاجه بتحصل، احنا بس بنعرض البيانات. يبقى كده الاوردر باي زي ما قلنا معناها ترتيب، فانا بقول للسيرفر يا عم السيرفر اوردر باي رتب لي. طيب هيرتب لي بايه؟ يعني هيرتب لي ايه بالظبط ولا هيعمل ايه؟ لازم بعدها اقول له هيرتب لي من خلال ايه. فلو انا دلوقتي قلت له اوردر باي الستوك كوست، ناخدها كده كلها كوبي ونقول له بيست، اوردر باي الستوك كوست، بعدين عملت اكزيكيوت الكويري. تعالوا كده نحدد ونعمل اكزيكيوت، بس زي ما انتم شايفين مفيش اي ترتيب حصل في البيانات بتاعتي. يعني هنا مثلا هنا رقم 387209 واللي تحت على طول 720000 بعدها 457000، فمفيش ترتيب حصل في البيانات. طيب المشكله دي ممكن يكون سببها ايه؟ ده الكويري اتنفذت معايا. ما هي بقى دي الفكره، ان ممكن تكون الكويري اتنفذت، بس انت لازم تراجع نتيجه الكويري، لازم تشوفها هي فعلا اتنفذت ولا لا، هي فعلا نفس ما كان في بالك ولا لا. على الاغلب المشكله دي حصلت لما احنا عملنا الياس، عملنا مسافات ما بين الياس وعملناها في سنجل كوتيشن. المفروض ان احنا ما نعملش مسافات، نعمل كده مثلا، خلينا نقول كده ونعمل كده وخلينا نسميه كده ستوك كوست لازقين في بعض. فتعالوا كده دلوقتي ناخد كده الكلام ده كله كوبي ونحذف اللي احنا كنا عاملينه هنا كده ونقول له بيست. تعالوا كده ننفذ الكويري مع بعض، نقول له سيلكت، نحدد كل الكلام ده ونقول له اكزيكيوت. هنلاقيه بالفعل دلوقتي نفذ لي الكويري وعمل فعلا ترتيب للبيانات بتاعتي. طيب هو دلوقتي رتب البيانات بتاعتي من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير؟ احنا عندنا طريقتين لترتيب البيانات، في حاجه اسمها ascending يعني من الصغير للكبير اللي هو الترتيب التصاعدي، وفي حاجه اسمها descending يعني من الكبير للصغير اللي هو الترتيب التنازلي. باي ديفولت هو بيكون عامل حاجه اسمها الاسcending اللي هي ASC، اختصار لاسcending اوردر او ترتيب تصاعدي يعني من الصغير للكبير. باي ديفولت السيكوال او الماي سيكوال بيكون عامل ترتيب بكده، يعني كتبتها، تعالوا كده ننفذ، كتبتها زي ما كتبتهاش، يعني الاتنين واحد، ممكن احذفها وممكن اخليه كده، كتبتها زي ما كتبتهاش كل واحد. طيب في البيزنس اللي انا قلته لك، في المشكله اللي احنا بنحاول نحلها، هل اعمل ascending ولا descending؟ يعني اعمل من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير؟ انا قلت لك عايز اعرف اكتر 10 منتجات ليهم ستوك كوست في المخزن عندي، فمنطقي ان انا ابدا من الكبير، يعني انا عايز اعرف السعر الاكبر الاول، فهقول له كده descending مش ascending، عايز اعمل descending order. تعالوا كده نحدد الكلام ده كله مع بعض ونعمل اكزيكيوت. هنلاقيه بالفعل اداني نتيجه. عندي دلوقتي في منتج هنا 917000، اللي بعده 720، اللي بعده 720، 325، اللي بعده 685، 670، مش عارف ايه. بس لو انت اخدت بالك هتلاقي ان هو رتب لي البيانات كلها، هو جاب لي كل البيانات، وانا قلت لك انا عايز اعرف بس اكتر 10 منتجات. هقول لك ما هو السيرفر مش بيشم على ظهر ايده، انت لازم تحدد له. فهتقول له يا عم الحاج اعمل لي ليميت، انا عايز بس 10، اول 10 صفوف هيجولي، اعمل لي ليميت 10. بعدين اقول له اكزيكيوت، هنلاقيه جاب لي اول 10 بس. فكده النتيجه دي هو جاب لي اكتر 10 ستوك كوست موجودين عندي في المخزن. يبقى احنا كده اتعلمنا حاجتين جداد. الحاجه الاولى ان احنا بنعمل اوردر باي، بنعمل ترتيب للنتائج اللي طالعه، والاوردر باي يا اما ascending اللي هي كنا بنكتبها كده، يا اما descending اللي هي كده. descending يعني من الكبير للصغير، ascending يعني من الصغير للكبير. فبكتب كلمة limit واحدد له بعدها الرقم. طيب لو انا كنت عايز مثلا اعرف اكتر منتج موجود عندي له ستوك برايس، فكنت اعمل ايه؟ هقول له limit 1، انا عايز بس اول حاجة، اقول له كده حدد وبعدين اقول له select، هنلاقيه جاب لي الكلام ده كله. طيب لو انا عايز اعرف اكتر 3 منتجات، هقول له limit 3. خلاص انت فهمت كده اللعبة، الموضوع بسيط. لو تفتكروا من شوية احنا لما كنا عاملين سنجل كود كده في الالياس، كنا عاملين كده، كنا عاملين مسافة ما بين كلمة ستوك وما بين كلمة كوست كده. تعالوا هنا كده برضو نعملها، كنا عاملين سنجل كود كده وعاملين مسافة ما بين ستوك والكوست، وعملنا اكزيكيوت للكويري. تعالوا كده نجرب، هنلاقي ان النتائج طالعة مش مظبوطة. يعني هنا 387720 وبعدها 457، ففعلا النتائج مش مظبوطة، هو ما عملش اوردر. لو انت مصر انك تخلي الكلمات منفصلة عن بعض وتعمل ما بينهم مسافة، في حاجة اسمها باك تكس مش سنجل كوت، يعني بدل السنجل كوت هنعمل باك تكس اللي هي شكلها كده. تعالوا كده نعمل هنا، نحذف السنجل كوت ونعمل باك تكس.
طيب وهنا كمان كده نفس الكلام هنا برضو. تعالوا كده دلوقتي نجرب نعمل اكزيكيوت مرة تانية ونشوف. هنلاقيه بالفعل رتب لنا النتيجة. دلوقتي عندنا اول حاجة 917,000، بعدها 720، بعدها 702. فاحنا دلوقتي عرفنا اكتر 3 منتجات موجودين عندنا في الستوك. خلينا برضو كده نعرض كمان ونشوف، نقول quantity in stock. تعالوا كده نعرضها. تمام، ونشوف برضو عندنا كام منتج من الحاجات دي، يعني فضول بس نشوف. زي ما انتم شايفين اول حاجه عندنا اللي هي التوب 1 هوندا سيفيك. اكيد طبعا الناس دي بتفهم والله. الهوندا سيفيك موجود منها من الستوك 9772، وانا اعتقد ان ده برودكت عليه طلب كبير، والراجل ده او صاحب الشركه بيخزنه عنده لان هو اكيد مطلوب يعني. هوريكم دلوقتي الهوندا سيفيك عشان اللي مش عارفها. شكلها حاجه جامده جدا، وكمان هي موديل 1995، فدي حاجه المفروض انها فينتج، حاجه جامده يعني. فاعتقد هو جايب من الحاجات دي علشان يخزنها، لان كده كده سعرها ممكن يغلى، فهو الكسبان يعني. علشان كده منطقي ان يكون في منها كميه كبيره جدا في الستوك. طيب لو احنا عايزين نعرف اقل منتجات عندي ليها ستوك كوست، بدل descending هنقول له ascending بس، ونحدد ونقول له execute. هنلاقي فيه هنا مش عارف اسمه ايه، ده عندي منه 15، عندي من واحد تاني 136، عندي 168. حد هيقول لي بس خلي بالك دول مش مترتبين. مش مترتبين ليه؟ مش مترتبين لان احنا عاملين اوردر باي بالستوك كوست مش بالكوانتيتي ان ستوك. لو احنا عملنا الاوردر باي بالكوانتيتي ان ستوك، تعالوا كده نجرب. نقول له كوانتيتي ان ستوك، وتعالوا كده نعمل اكزيكيوت، نحدد ونعمل اكزيكيوت. هنلاقيه فعلا عمل لنا اوردر باي بدأ 15، بعدها 68، بعدها 136، بس اصبح ده مش مترتب. فالفكره انه على حسب النتيجه اللي انت عايزها. عايز تعمل اوردر باي بده اعمل، عايز تعمل اوردر باي بده اعمل، على حسب ما انت عايز ايه. طيب تعالوا كده دلوقتي نلعب مع بعض ونكتب كويري كمان. لو انا دلوقتي عايز اعرف الربح عندي لكل قطعه كام، يعني انا ربحت قد ايه في كل قطعه، احسبها ازاي؟ خليني كده افكركم بجدول البرودكتس مره تانية. نعمل سيلكت، نعمل اكزيكيوت. اهم حاجه عندنا اخر 3 كولومز اللي موجودين هنا، الكوانتيتي ان ستوك، الباي برايس، الام اس ار بي. زي ما قلنا الباي برايس ده السعر اللي انا اشتريت المنتج ده بيه من الفندور او من الشركه. الام اس ار بي ده السعر اللي الشركه قالت لي يفضل ان انت تبيعه للزبون بالسعر ده. هفترض دلوقتي ان انا كشركه ما عملتش خصومات ولا اي حاجه، وسمعت كلام الشركه وهبيع بنفس السعر اللي هي قالت لي عليه. علشان احسب حاجه زي كده هعمل ايه؟ اول حاجه هقول دلوقتي سيلكت، يعني هات لي، بقول للسيرفر هات لي. كده كده احنا لحد دلوقتي شغالين على جدول البرودكتس، يبقى هات لي من جدول البرودكتس. طيب عايز ايه هنا بقى من جدول البرودكتس؟ ما ننساش الاول السيمي كولون، بعدين نشوف بقى هنعمل ايه من جدول البرودكتس ده. احنا عايزين نجيب البرودكت نيم، عايزين نجيب اسم البرودكت نيم، وكمان عايزين برضو الباي برايس او سعر شراء المنتج من الشركه، نقول له الباي برايس. وكمان برضو عايزين نجيب الام اس ار بي، خلينا كده نقول ام اس ار بي، ونحدد كده كل الكلام ده ونعمل اكزيكيوت. خلي بالكم احنا لحد دلوقتي لسه ما حسبناش اللي احنا عايزينه اصلا. احنا عايزين نحسب الربح لكل قطعه. احنا بس جبنا البرودكت نيم، جبنا الباي برايس، جبنا الام اس ار بي. عايزين بقى نحسب الربح لكل قطعه. طيب علشان نحسب الربح لكل قطعه هنعتبره زي كولوم جديد، عمود جديد، هنقول له كوما. طيب الربح لكل قطعه نحسبه ازاي؟ عشان نحسب الربح لكل قطعه هنحسب السعر اللي احنا بعنا بيه المنتج ده للعميل، اللي هو الام اس ار بي المفترض، يعني لو احنا مش عاملين خصومات ولا حاجه. فهقول له كده ام اس ار بي، بعدين اقول له ماينس او ناقص الباي برايس، وبس كده. اقول له اقفل القوس بتاعي واقول له الياس، هنديله الياس وهنسمي الكلام ده بروفيت بير يونت، ونقفل. وبعدين كده نحدد كل ده ونقول له اكزيكيوت. هنلاقي قال لنا ان اول منتج عندي انا ربح فيه $46، تاني منتج $115، $49، $102، $50. دي كده نسبة الربح او الرقم اللي انا بربحه في كل منتج عندي ببيعه. حاجة زي كده هتفيدني بايه؟ طيب انا ليه بعمل الكويري ده؟ انا بعمل كويري زي ده لان انا هعرف حاجه مهمه جدا، هعرف المنتج ده مكسبه حلو ولا ضعيف. يعني لو انا عندي منتجين زي ما انت شايف هنا كده، منتج ايه اول منتج هنا ده عندي المكسب بتاعه البروفيت بير يونت $46، عندي المنتج اللي بعده البروفيت بير يونت بتاعه $115، ده كبير جدا. فلو انا مثلا عايز اعمل اعلان او عايز اعمل حمله اعلانيه، طبيعي اختار المنتجات اللي هتجيب لي ربح اكتر. يعني مثلا هركز في الاعلانات بتاعتي على المنتج اللي هو ده، لان اي مبيعات زياده من المنتج ده انا بالتالي بربح اكتر. وكمان لو انا بعمل خصومات، لو انا عندي ربح من قطعه قليل، تعالوا كده اصلا نشوف اقل ربح عندي كام. عايز اعرف حاجه زي كده. يعني لو انا عايز اعرف دلوقتي اقل ربح عندي من منتج كام، اعمل ايه؟ هقول له كده اوردر باي، اعمل لي ترتيب اوردر باي
وبعدها اقول له البروفيت بير يونت، الكلام ده كله كده نحدده ونعمل كده. وهو باي ديفولت بيعمل اوردر باي من الصغير للكبير، ونقول له اكزيكيوت. هنلاقي ان المنتج اللي عندي ده، المنتج اللي هو شيفروليه مش عارف ايه كده كوبيه، البروفيت بير يونت بتاعه $10. فزي ما انتم شايفين ان البروفيت بير يونت بتاعه صغير جدا، المفروض ان هو صغير جدا مقارنه بان انا عندي حاجات. يعني تعالوا كده نقول له ديسندنج من الكبير للصغير، ونجرب نقول له اكزيكيوت. انا عندي حاجات بتكسبني $115، ففكره ان انا عندي حاجه اكسب فيها $10 المفروض ان ده رقم صغير. طيب انا دلوقتي كده استفدت ايه لما عرفت معلومه زي كده؟ استفدت ان انا دلوقتي لما اجي اعمل عروض على المنتج اللي هو الاول ده، يعني لما انا اجي اعمل عروض على المنتج ده، المفروض ما اعملش عروض كبيره او اعمل خصومات كبيره، لان اي خصومات كبيره ممكن تاثر عليا بخساره، انا ممكن اخسر اصلا لان انا ربحي في المنتج ده مش كبير. فهمت اقصد ايه؟ طيب تعالوا كده ناخد برضو مثال كمان. اعتقد لحد دلوقتي انت عارف كويس جدا يعني ايه سيلكت وبنستخدمها في ايه، وعارف شويه عن الاوردر باي، يعني لسه ما تعرفش حاجات كتير. تعالى كده افهمك بقى الاوردر باي بالتفصيل، ونبدا نشرح الموضوع بشكل تكنيكال، ونبدا نشرح بالتفصيل يعني ايه اوردر باي، وناخد مع بعض كل الامثله الممكنه عن الاوردر باي من اول البيجنر لحد الادفانسد ليفل. احنا لما بنعمل ران لكويري او لما بنعمل اكزيكيوت لكويري، او بالعربي كده لما بنعمل تنفيذ لاستعلام معين، ده كده استعلام مكتوب اللي هو select all from products. تعالوا كده نعمل اكزيكيوت، هنلاقيه عرض لي النتيجه اللي موجوده هنا. المشكله دلوقتي ان النتيجه دي معروضه لي بشكل عادي جدا، يعني اتعرضت كده مفيش اي حاجه مرتبه بالنسبه لي. يعني الروز اللي طالعه لي اللي موجوده هنا في الريزلت جريد او في الريزلت سيت هي مش مرتبه. فانا هدفي من الاوردر باي ان انا ارتب البيانات بتاعتي، يا اما ارتب البيانات بتاعتي ترتيب تصاعدي يا اما ارتبها ترتيب تنازلي. خلي بالك ان الاوردر باي هي مهمه جدا جدا زي ما شفت من شويه لما كنا بنعمل التوب والبوتوم. يعني من الامثله المشهوره على الاوردر باي ان احنا بنستخدمها مع الليميت اللي موجوده هنا، ان احنا نحدد مثلا التوب 3، نحدد البوتوم 3، نحدد اكتر واحد عمل حاجه معينه، اقل واحد عمل حاجه معينه، اكتر 5 عملوا حاجه معينه، اكتر 8 عملوا حاجه معينه، اقل مش عارف ايه. وكمان الاوردر باي بتفيدني بشكل كبير جدا في الريبورتنج وفي الداشبوردز اللي انا ببنيها. وكمان في الاوردر باي احنا ممكن نرتب عن طريق اكتر من عمود مش عن طريق عمود واحد. يعني لو شفتوا مثلا الكويري اللي موجوده هنا، احنا رتبنا عن طريق الكوانتيتي ان ستوك. يعني تعالى كده نعمل اكزيكيوت، هنلاقيه هنا جاب لي التوب 3 من الصغير للكبير ascending order، بس جاب لي التوب 3 بالنسبه لايه؟ جاب لي التوب 3 بالنسبه للكوانتيتي ان ستوك اللي انا كاتبها له هنا. يعني انا بقول له رتب لي بواسطه الكولوم او العمود اللي اسمه كوانتيتي ان ستوك. هل ينفع بقى في الاوردر باي ارتب بواسطه اكتر من عمود؟ بينفع، وهنشوف ده دلوقتي بعد شويه، وهنفهم برضو احنا ليه ممكن نكون بنرتب بواسطه اكتر من عمود. طيب انا مثلا دلوقتي كمحلل بيانات لما اجي استخدم السيكوال او لما اجي اكتب استعلامات، ايه الحاجات اللي ممكن تقابلني او ايه اليوز كيسز اللي ممكن تقابلني ان انا استخدم فيها الاوردر باي؟ انا لما باجي ابني الداشبوردز او لما باجي اعمل ريبورتس بحتاج مثلا ان انا اعرف اعلى المنتجات مبيعا. طيب ايه هم العملاء الاكثر شراء اللي بيشتروا حاجات كتير عندي؟ طيب ايه هي احدث الطلبات اللي موجوده عندي في السيستم، الطلبات الجديده اللي التاريخ بتاعها جديد؟ فكل دي امثله انا بحتاج ان انا استعلم عنها باستخدام حاجه زي الاوردر باي علشان ارتب البيانات بتاعتي. وكمان الاوردر باي بتساعدني ان انا اجاوب على اسئله مهمه جدا عن البيزنس وبسرعه جدا. يعني مثلا ممكن اكون عايز اعرف اكتر دوله فيها كاستمرز عندي في الشركه بتاعتي او في البيزنس بتاعي. طيب مين اقل عميل عندي دفع، مين اكتر عميل عليه كريدت ليميت؟ فالاوردر باي هي فعلا من اهم الحاجات اللي في السيكول. طيب في ملاحظه مهمه كده عايز اقول لكم عليها، هل الترتيب عندي مهم؟ هل الترتيب في كتابه جمل الاستعلامات اللي انا بكتبها؟ يعني هل مهم ان انا اكتب السلكت الاول بعدها الفروم بعدها الاوردر باي بعدها الليميت وهكذا؟ يعني هل الترتيب ده مهم؟ طبعا الترتيب ده مهم جدا ولازم تتبع الترتيب ده. يعني موضوع الترتيب ده هنتكلم عليه بعدين، بس خلينا وانت بتنفذ ورايا ان انت تكتب بالترتيب. فيما بعد هوضح لك ليه الترتيب ده مهم، وهوضح لك ايه اللي احنا بنعمله بالترتيب، لان احنا لسه في جمل تانية تدخل معانا، الوير بقى ومش عارف ايه وهافنج وجروب باي، وكمان هنتكلم عن الجوينز والحاجات دي كلها. فخليك فاهم بس دلوقتي ان الترتيب مهم، انت بس وانت بتطبق ورايا خليك تكتب بالترتيب. تعالوا بس دلوقتي كده مع بعض نحلل بقى الاوردر باي ونتكلم عنها بالتفصيل ونفهم كل حاجه عن الاوردر باي. نيجي يا شباب للنقطه اللي احنا قلناها من شويه بشكل كده عابر وما اتكلمناش عنها بالتفصيل، وهي ان احنا احيانا ممكن نعمل اوردر باي بواسطه اكتر من عمود. احيانا لما بستخدم عمود واحد في الترتيب او عمود واحد في جمله الاوردر باي ما بيكونش كفايه انه يديني ترتيب منطقي او الترتيب الصح او ترتيب مستقر. ركز كويس جدا على كلمه مستقر، هفهمك معناها ايه دلوقتي. ركزوا كده معايا في الكويري ده وانا فاهمكم قصدي. خلينا مثلا كده نقول له سيلكت، اعرض لي الاوردر نمبر، وكمان اعرض لي الستاتس او حاله الاوردر ده، وبرضه يا عم السيرفر اعرض لي التاريخ بتاع الاوردر ده، الاوردر ديت. الكلام ده كله موجود فين؟ الكلام ده كله موجود في جدول اللي اسمه اوردرز. يبقى اقول له فروم اوردرز اسم الجدول بتاعي. تعالوا كده الاول نعرض كده الكلام ده ونشوفه، نحدد ونعمل اكزيكيوت،
هنلاقي النتيجه ظهرت معانا هنا كده. تعالوا نطلع فوق كده نشوف. هنلاقي النتيجه ظهرت معانا، جاب لنا كده 3 اعمده اللي احنا كتبناهم في السيلكت كويري: الاوردر نمبر، الستاتس، والاوردر ديت. بالنسبه للاوردر نمبر ده رقم الاوردر عادي جدا، الستاتس او حاله الاوردر شيبد يعني خلاص تم شحن الاوردر ده، او ممكن تكون برضو كانسلد يعني الاوردر ده اتكنسل ما اتشحنش، او ممكن يكون في حاجه تانية اسمها ان بروجرس يعني ممكن يكون الاوردر ده ان بروجرس، او ممكن يكون ان هولد. يعني عندنا اكتر من حاله للاوردر، وزي ما انتم شايفين ان كل اوردر كده عندنا موجود ليه الاوردر ديت، تاريخ الاوردر ده. لو انا دلوقتي جيت كده كبرت الكويري بتاعتي قلت له كده اوردر باي، يعني عايز ارتب الكلام ده كله، اعمل لي اوردر باي، وخلينا نقول مثلا اوردر باي الستاتس، رتبهم لي عن طريق حاله الاوردر، ونحدد كل الكلام ده كده ونعمل اكزيكيوت. زي ما انتم شايفين هنلاقيه في الاول مرتب لي بواسطه عمود الستاتس. يعني ايه؟ يعني هو بيشوف عمود الستاتس عندي اكتر من هو عباره عن تكست، يعني عمود عباره عن كلام تكست مكتوب او سترينج، وبما ان انا هنا ما حددتلوش هو ascending ولا descending، فهو باي ديفولت بيعتبره ascending يعني من الصغير للكبير. يعني ايه من الصغير للكبير؟ يعني كده لو احنا بنتكلم عن string او عن تكست هيعتبرني من A to Z. فهو هنا بالنسبه لنا كلمه cancelled حرف السي بيبدا يشوف اول حرف موجود عندي في الكلمه اللي موجوده، فلقى ان اول حرف عندي حرف السي، بعدها حرف الدي. خلونا كده نشوف الاول كل الستاتس اللي موجوده عندنا. تعالوا كده نحذف الكلام ده الاول ونشوف كل الستاتس اللي موجوده عندنا. حاجه اسمها كانسلد معناها ان الاوردر ده خلاص اتلغى، سواء بقى من الشركه او العميل مش هيفرق لي، المهم ان الاوردر اتلغى. عندي حاله تانية برضو الاوردر اسمها ديسبيوزد، معناها ان في نزاع على الاوردر ده، في مشكله، في حوار على الاوردر ده. يعني مثلا ممكن يكون ان العميل اشتكى من الانفويس، الفاتوره غلط، في رقم غلط في الفاتوره، يعني السعر ممكن يكون زياده شويه عن اللي كان متفق عليه. الشحنه مثلا بتاعت العميل ده ممكن تكون ناقصه، يعني هو طالب مثلا 10 منتجات وجاله 8 جاله 7 او جاله 11 ايا كان، يعني جاله في مشكله في الاوردر نفسه، فالموضوع فيه زي نزاع يعني او في صراع، في مشكله، ده معنى disputed. عندنا برضو حاله كمان للاوردر اسمها in progress، دي معناها ان الشركه شغاله على الطلب دلوقتي، خلاص اتسجل واتاكد، بتعمله بقى مثلا باكجينج او بيتجهز علشان يتبعت للجماعه اللي هيوصلوا ديليفري وكده. عندنا برضو حاجه كمان اسمها اون هولد. اون هولد معناها ان الطلب موقوف بشكل مؤقت، يعني مثلا ممكن يكون في نقص في الستوك، العميل ده كان طالب حاجات والوقت خلاص الاوردر اتعمل، بس اكتشفنا ان المنتج العميل ده اوت اوف ستوك مش موجود عندنا دلوقتي، او ممكن يكون لسه العميل محتاج يعمل ابروفل للاوردر، او ممكن يكون في حاجه لسه ليها علاقه بالدفع، يعني لسه في حاجه اون هولد، يعني لسه العميل ما عملش مثلا كونفيرم الاوردر في حاجه يعني معينه. ريزولفد معناها ان النزاع اللي كان موجود اتحل، يعني لو حاله الاوردر ده ريزولفد معناها ان الاوردر ده كان عليه مشكله والمشكله دي اتحلت، يعني حاله الاوردر ده كانت ديسبيوتد بعد كده اتحولت من ديسبيوتد لريزولفد. اخر حاجه عندنا اللي هي شيبد، معناها ان خلاص تم شحن الاوردر ده والعميل استلمه. دي كده كل الحالات اللي موجوده عندنا للطلب او للاوردر. الكويري اللي انا كاتبها زي كده تمام خلاص جاب لي الاعمده اللي انا عايزها، الاوردر نمبر والستاتس والاوردر ديت، ورتبهم لي عن طريق الستاتس زي ما انتم شايفين، لان حرف السي بيجي قبل حرف الدي، بيجي قبل حرف الاي، بيجي قبل حرف الاو، بيجي قبل حرف الار، بيجي قبل حرف السي. فلو احنا مثلا عدلنا بدل ما كان ascending اوردر خليناه descending، يعني من الكبير للصغير. تعالوا كده ننفذ الاستعلام. زي ما انتم شايفين كان اول حاجه عندنا ظاهره اللي هو كانسلد حرف السي، فلو احنا نفذنا دلوقتي هنلاقي اول حاجه ظاهره حرف الاس، لان هو ده كده الكبير، يعني احنا دلوقتي بنرتب من الكبير للصغير. طيب خلونا كده نرجعها زي ما كانت، نخليها ascending يعني من الصغير للكبير، ونعمل اكزيكيوت. الترتيب اللي موجود ده رتب لي، يعني جاب لي كل الكانسلد مع بعض، جاب لي كل الديسبيوتد مع بعض، كل الان بروجرس مع بعض. حلو بس لسه يعني ايه، محتاج ليفل اكتر من الترتيب. لو انتوا اخدت بالكم ان داخل الكاتيجوري الكبيره اللي هي الكانسلد اللي موجوده هنا، هنلاقي ان الاوردر ديت مش مترتب، يعني مفيش ترتيب للاوردر ديت. لو انا مثلا عايز بقى ارتب الاوردر ديت لكل كاتيجوري فيهم او لكل جروب فيهم، ممكن ان انا ارتبه. يعني انا دلوقتي رتبت الستاتس اسندنج، ممكن كمان اقول له رتب لي الاوردر ديت عايزين نرتبه ونخليه مثلا descending. يعني ايه الكلام ده؟ لما انا اقول له اوردر باي descending يعني هيبدا بقى يجيب لي، هيرتب لي التاريخ داخل كل كانسلد، يعني داخل كل كاتيجوري. احنا عندنا الستاتس اللي هي كانسلد، جوه الكانسلد في تواريخ. معنى بقى ان انا اقول له اعمل لي اوردر باي برضو عن طريق الكولوم اللي اسمه اوردر ديت وخليه لي descending، معناها ان انا عايز اعرف احدث تاريخ للاوردر ده اتعمل له كانسل. فتعالوا كده نجرب مع بعض، نحدد ونقول له اكزيكيوت. هنلاقيه رتب لي التواريخ الاحدث في كل واحده من الكاتيجوريز اللي موجوده في الكانسلد، في الديسبيوتد، في الان بروجرس، في كل الكاتيجوريز هنلاقيه رتبهم لي من الاحدث للاقدم. طيب لو انا هنا برضو قلت له خليه لي ده كده ascending وبعدين عملت اكزيكيوت،
شايفين كده احنا هنا في الكانسلد كل دول كانسلد كده، كل اللي موجودين هنا. واول تاريخ موجود عندنا في الكانسلد 24/6/2004، ده احدث تاريخ موجود. الداتا سيت دي قديمه شويه يعني، ما علينا. المفروض دلوقتي المتوقع ان انا لما اعمل اكزيكيوت مره تانية هيجيب لي التاريخ اللي موجود هنا ده كده، يجيب لي التاريخ ده يخليه لي اول واحد موجود، يخليه لي 23/10/2003 ده موجود اول واحد. تعالوا كده نجرب اكزيكيوت، هنلاقيه فعلا جاب لي التاريخ ده هنا اول واحد، لان هو رتب لي من الاقدم للاحدث. يبقى كده لو انا بعمل اوردر باي بتواريخ، ascending معناها من الاقدم للاحدث، وديسcending معناها من الاحدث للاقدم. يبقى زي ما انتم شايفين احيانا بيستوجب عليك فعلا ان انت تعمل اوردر باي عن طريق اكتر من عمود، مش عن طريق عمود واحد. مثال تاني برضو، انا دلوقتي لو كنت عايز ان انا ارتب البيانات بتاعتي في جدول العملاء، يعني تعالى كده نتكلم عن جدول الكاستمرز، نقول له سيلكت، هات لنا الكاستمر نيم مثلا، الكاستمر نيم، وكمان برضو هات لنا الكانتري او الدوله اللي الشخص ده عايش فيها، وبرضو عايزين نعرف السيتي، المدينه بتاعت الشخص ده. طيب الكلام ده موجود كله فين؟ الكلام ده موجود في جدول اسمه كاستمرز، يبقى اقول له فروم كاستمرز. طيب تعالوا كده نشوف الاول شكل الداتا بتاعتنا، نعمل اكزيكيوت، هنلاقيه جاب لنا، بيقول لي في مشكله، كان المفروض اكتب كاستمرز، معلش. تعالوا كده نعمل اكزيكيوت. خلي بالكم برضو لما انتوا تعملوا حاجه زي كده، يعني احيانا ممكن ايرور بسيط زي كده يضايقكم في حياتكم، يخلوكم ماد خلاص متحمس قاعد بتذاكر وبتاع ومركز، حاجه بسيطه زي كده تقفلك. ما تسيبش حاجه، يعني عايزك دايما تتعود ان انت ما تملش وانت بتذاكر وما تستسلمش، لان فعلا المذاكره صعبه، يعني مفيش حاجه سهله في الدنيا. وخليك دايما مقتنع ان الحاجه الصعبه اللي انت بتعملها في حياتك، الحاجه الصعبه، الحاجه اللي انت بتحاول تتهرب منها، هي دي فعلا الحاجه اللي هتغير حياتك، وانت نفسك مقتنع بحاجه زي كده. يعني انا متاكد انت لو قعدت مع نفسك كده هتلاقي ان كل الحاجات الصعبه او كل الحاجات اللي انت مستصعبها هي دي فعلا الحاجات اللي لو انت عملتها فعلا حياتك هتتغير. فاوعى تستسلم لاي حاجه في المذاكره، خصوصا في الوقت اللي احنا فيه ده. يعني انت شايف الاي اي موجود، فاعتقد اي ايرور موجود او اي مشكله ممكن تقابلك او اي حاجه تقفلك من المذاكره، ممكن في ثانيه واحده تحل الموضوع كله. برومبت صغير تكتبه لشات جي بي تي ولا اي حاجه، الموضوع كله بقى بسيط يعني. وكمان لو واجهتك اي مشكله في الكورس او اي مشكله في حاجه معينه وانت بتطبق ورا، ممكن تكتب في الكومنتس وان شاء الله هرد عليك على طول. المهم دلوقتي ان احنا بعد ما كتبنا الاستعلام ده هنلاقيه فعلا جاب لنا الكاستمر نيم، ده اللي هو اول كل ما انا كتبت في الكويري، بعدين الكانتري، بعدين السيتي. طيب حلو جدا. احنا عايزين بقى نرتب، تعالوا كده نقول له اوردر باي، اعمل لي اوردر باي او رتب لي الريزلت سيت اللي طالعه، اوردر باي، ونقول له مثلا اوردر باي الكانتري، رتبهم لي يا عمي بواسطه الكولوم اللي اسمه كانتري. تعالوا كده نشوف. طيب هنلاقيه جاب لنا هنا استرالي في الاول. طيب ليه جاب لنا استرالي في الاول؟ جابها لنا في الاول لانها اول حرف الابجديه اللي هو حرف الاي. لو كنا عملنا كده descending order وكنا عملنا execute، حددنا كده وعملنا execute، هنلاقي جاب لنا اول حاجه يو اس اي. طيب حلو جدا. لو انت خدت بالك انا عندي عملاء كتير جدا من يو اس اي، في عملاء كتير جدا، بس انا بقى عايز اعرف العملاء اللي من يو اس اي دول، عايز اعرف هم من انهي مدينه بالظبط، يعني عايز اشوفهم بشكل مرتب. زي ما انت شايف كده اول واحد مش عارف من لاس فيجاس تقريبا او من بوسطن او مش عارف ايه، فما فيش ترتيب. فتخيل بقى لو انا كنت عملت له كده، اعمل لي برضو اوردر باي كمان بواسطه الكولوم اللي اسمه سيتي. يعني خلينا كده نقول له سيتي ونعمل اكزيكيوت ونحدد كل الكلام ده، هنلاقيه عمل لي اوردر باي بالكولوم الاول او اللي هو المين كولوم اللي هو الكانتري. بعد خلاص ما خلص عمل اوردر باي بالكانتري، دخل داخل الكولوم التاني اللي هو السيتي، هنلاقيه برضو بعدها عمل لنا اوردر باي مره كمان. تعالوا كده نحدد تاني ونعمل اكزيكيوت اهو. هنا اليو اس اي، بعدين هنا رتبه لي حرف الاي، بعدين حرف البي، بعدين حرف السي، وهكذا. يبقى دلوقتي انت عرفت قد ايه ان انا لما بعمل اوردر باي باكتر من عمود دي حاجه مفيده جدا، وحاجه فعلا بتجاوب لي على اسئله كبيره جدا انا كنت ممكن اكون محتاجها. خصوصا في الاكزامبل اللي كان موجود هنا ده لما كنا بنتكلم عن حاجه فيها تاريخ، لما انا عملت اوردر باي بكولوم تاني اللي هو الاوردر ديت، الترتيب بالنسبه لي بقى منطقي، يعني التاريخ بقى منطقي، كل حاجه بقت واضحه. طيب حلو جدا. تعالوا كده نتكلم مع بعض عن جزئيه تانية، في حاجه برضو بخصوص الاوردر باي لازم تكون عارفها. تعالوا كده نشوف الحاجات اللي احنا كنا كاتبينها قبل كده، نعمل زوم اوت. شايفين الكويري دي كده؟ احنا دلوقتي عايزين نكبر كده. لو انتوا شايفين ان احنا هنا عملنا الياس وسميناه بروفيت بير يونت، هل انا ممكن اعمل اوردر باي بالاكسبريشن؟ يعني انا ممكن اعمل اوردر باي اكسبريشن، مش بالكولوم نفسه او مش باسم الكولوم عندي. احنا هنا كنا عاملين اكسبريشن او كنا عاملين معادله رياضيه معينه اللي هي الام اس ار بي ماينس الباي برايس، وبعدين نتيجه الاكسبريشن دي قلنا علشان ما يبقاش اسم الكولوم بنفس الاكسبريشن اللي احنا كاتبينه، وعملنا الياس وسميناه بروفيت بير يونت. تعالوا كده نحذف الالياس اللي موجود هنا ده كده، وتعالوا خلونا نقفل القوس اللي كان موجود هنا، وتعالوا كده
برضو نشيل الياس من هنا ونقول له اوردر باي، وناخد الالياس ده كله كده نعمله كوبي ونحطه هنا. طيب تعالوا كده بقى نحدد كل الكلام ده كده ونعمل اكزيكيوت. هنلاقيه جاب لنا كل حاجه عادي جدا، هنلاقيه كده يرجع لنا نتيجه عادي جدا. الفكره هنا ان هو عمل لنا اوردر باي بس عن طريق اكسبريشن. يعني انا هنا ما عملتش الياس، ما اديتش الياس واديت له اسم، لا انا عملت اوردر باي اكسبريشن. هل ليها لازمه؟ لا ملهاش لازمه، ومش مفضل طبعا انك تعمل كده. الافضل انك تدي الياس وتعمل اوردر باي بالالياس. بس انا عملت لك دي علشان بس انت ممكن تشوفها في اكتر من مكان مش اكتر. يعني ممكن تشوفها في فيديو، في مرجع، في حاجه معينه، فعشان تبقى فاهم ان حاجه زي دي ممكن تحصل عادي. يعني الموضوع مش ما تحسوش انه غريب. لو تفتكروا في كورس الاساسيات لما اتكلمنا عن حاجه اسمها نالز، النال فاليوز. بالمناسبة العلامة اللي انا عملتها دي كده، يعني ان انا اعمل 2 هايفن جنب بعض واكتب اي كلام، ده كده عبارة عن كومنت. يعني ده كده انا بكتب تعليق كومنت، فالكلام ده مش بيتنفذ في لما باجي اعمل اكزكيوشن، الكلام ده كله ما بيتنفذش، فده عبارة عن تعليق عادي جدا. فاحنا ممكن نستخدمه علشان نوضح مثلا معنى كويري معينة. يعني انا هنا كده كاتب كويري، ممكن كده فوق الكويري في البدايه وانا بتعلم وابدا اقول له بقى الكويري دي بتعمل ايه، او اشرح له بقى اللي انا فهمته، او اعمل اي تعليق معين. فده كده ما بيتنفذش. يعني تعالوا كده نحدد كله مع بعض ونعمل اكزكيوت، هنلاقيه عادي يعني ولا كانه مكتوب اصلا. المهم تعالوا كده نرجع دلوقتي للنال او للنال فاليوز ونتكلم عن النالز شويه. في كورس الاساسيات لما اتكلمنا عن النالز قلنا ان النالز معناها حاجه مجهوله، قيمه مش موجوده اصلا، معناها not applicable. يعني النالز لا تساوي زيرو، هي مش عباره عن زيرو ولا هي عباره عن سترينج فاضي. يعني لو انا مثلا كده كتبت عندي تكست فاضي، ده كده اعتبره تكست فاضي، هل ده عباره عن نل؟ لا ده لا يساوي النل. وبرضو عندنا برضو الزيرو لا يساوي النل. النل هي عباره عن قيمه مش موجوده، يعني عباره عن ولا حاجه. يعني كاني سالتك انت اسمك ايه مثلا وانت ما ردتش عليا، ده معنى نل. هل انت قلت لي ماليش اسم، او هل انت قلت لي زيرو؟ لا انت ما ردتش، ده كده معنى نل. بنتكلم دلوقتي عن النالز بالتحديد علشان موضوع الاوردر باي. الاوردر باي بتشتغل ازاي لما بنيجي نعمل اوردر باي؟ يعني انا لما كنت برتب مثلا ارقام عندي 8 9 7 5 1 2، فهو كان بيقارن الارقام دي ببعض. لو انا مثلا كنت بعمل ترتيب ascending order من الصغير للكبير، فكان بيخليها لي مثلا 1 2 3 4 من الصغير للكبير. طيب لما انا كنت بعمل ترتيب descending يعني من الكبير للصغير، كان بيبدا مثلا 10 9 8 7. حلو كده. طيب لو انا بقى عندي في العمود ده كان عندي null values، في الاوردر باي هيتعامل معاها ازاي؟ يعني هيرتبها ازاي؟ احنا قلنا ان النال فاليوز هي مش قيمه اصلا، يعني هي ولا حاجه، فالاوردر باي هيتعامل معاها ازاي؟ تعالوا كده نشوف الكويري دي مع بعض. بيقول لي select، يعني اعرض لي الفيرست نيم واللاست نيم وريبورتس تو، كل ده موجود فين؟ from employees، واعمل لي اوردر باي الريبورتس تو. تعالوا نحدد الكلام ده كله كده ونقول له اكزيكيوت، هنلاقيه كده عمل لي اكزيكيوت او نفذ لي الكلام ده فعلا. بس لو انتوا خدتوا بالكم من اول رو موجود هنا، اول سطر هنلاقيه حاطط لي النل. الماي سيكوال سيرفر بيعتبر النل هي اقل قيمه عندي موجوده، ايا كان بقى اللي موجود عندك ايه في الكولوم اللي موجود ده. يعني ايا كانت الارقام اللي موجوده او الحروف او اي حاجه، هو بيعتبر النل هي اصغر قيمه موجوده. فعلشان كده لما عملنا اوردر باي وحددنا نوع الاوردر ان هو يكون ascending order وعملنا كده، هنلاقيها ظهرت في الاول خالص اول واحده، لان الاسندنج اوردر بيجيب لي من الصغير للكبير. فالماي سيكوال بيعتبر النل اصغر قيمه موجوده عندي في الكولوم ده. هل انت تقصد معنى كده لو انا كنت عملت اوردر باي ديسندنج اوردر كان هيجيبها في الاخر؟ تعالوا كده نجرب. خلينا كده نشيل الاسندنج اوردر اللي موجوده هنا ونقول له ديسندنج اوردر ونحدد كل الكلام ده ونقول له اكزيكيوت. هنلاقيه كده فعلا نزلنا في الاخر، هنلاقيه فعلا جاب لنا هنا النل في الاخر، لان الديسندنج اوردر بيرتب من الكبير للصغير، فرمالنا النل في الاخر لان هي اصغر قيمه موجوده عندنا. وبس كده، ده كان كلامنا النهارده عن السيكوال بشكل عام. دي تعتبر اول محاضره لينا فعلا في ان احنا نكتب كويريز او نكتب استعلامات. اتكلمنا النهارده عن السيكوال واتكلمنا عن حاجات كتير، اتكلمنا برضه عن حاجات ليها علاقه شويه بالديتا اناليسيس او بتحليل البيانات. يعني اتكلمنا من منظور البيزنس، فهمنا شويه اكسبريشنز، حسبنا شويه حاجات مع بعض. اتكلمنا عن الكالكيوليتد كولومز، ازاي احنا نحسب عمود جديد موجود، ازاي نعمل الياس للعمود ده. اتكلمنا برضو عن الاوردر باي بالتفصيل. اتمنى ان انت تكون كنت بتطبق ورايا كل حاجه انا بعملها اثناء الشرح. وباذن الله في الحلقات اللي جايه هنتكلم عن موضوع اسمه الفلترنج او الفلتره. هنبدا برضو نتكلم فيه عن شويه حاجات، يعني هنتكلم كده عن حلقه او حلقتين، يعني في فيديوهين كمان بعد ده. بعد كده بقى نبدا نحل شويه حاجات مع بعض. انا عايز احل معاكم دلوقتي، بس الفكره ان احنا لسه يعني ما خدناش حاجات كتيره شويه، فمش عايز نكون مقيدين في الحل لما نيجي نحل مسائل او نيجي نختار مسائل.
على الحاجه اللي احنا درسناها بس. فخلينا نكتر شويه الحاجات اللي احنا درسناها علشان نعرف نحل امثله اكتر ونشوف حاجات اكتر. وبكده خلاص نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى فعلا لو انت مستفيد بالكورس ده ان انت تبعته لاصحابك في الكليه، لو انت بتاخد كورس تبعته لاصحابك، ولو انتوا عايزين فعلا تشكروني وشايفين الكورس ده فعلا مفيد، فممكن لما تشوفوا اي حد يتكلم عن كورس سيكوال، كورس داتابيز، ترشحوا له بس القناه بتاعتي. وطبعا مش محتاج اقول لكم لسه ما اشتركش في القناه يشترك دلوقتي حالا. وبس كده، مع السلامه.